15 مليون لاجئ الدولة اللي بتدعمهم من 2010 لما طلبت ان معاملتهم تبقى في البنوك رفضوا. طب بيدفعوا مصاريف الإقامة اللي هي 2000 دولار؟ لا شكرا مش دافع. وللحق فيهم ناس دافعة لكن فيهم كتير بيأجل. 15 مليون لاجئ سبب رئيسي في التضخم وارتفاع الأسعار لأن المعروض قليل من السلع كان على قد المصريين. فخد عندك ارتفاع أسعار في كله، أكل وشرب ومسكن وعقارات وإيجارات وعربيات. وما بيدفعوش ضرايب الناس اللي بتعمل فيهم أنشطة مش ملتزمين بالضرايب. كل حاجه زادت اضعاف الاضعاف. 15 مليون لاجئ شغالين في السوق السوداء، ما احنا كمصريين او بعضنا كمصريين علمناهم فسبقونا وكانوا سبب في الانتكاسه الاقتصاديه الحاليه وبقوا تجار كبار في السوق السوداء دلوقتي وبيعملوا خطط لعوده السوق السوداء مره ثانيه وبيتاجروا في ملايين الدولارات المهربه ومال سياسي وقصه كبيره حضرتك. ولو قلت مليارات الدولارات مش هكون ببالغ. يبقى انت عنصر اساسي في ازمه الدولار اللي كانت بتهدد وما زالت بتهدد كيان مصر واقتصادها واستقرارها. سوق الصرف والبنك المركزي، ما اللي هناك بيبعت ليه دولار على هنا وهو هنا بيتاجر. 15 مليون لاجئ شغالين على الاقتصاد الاستهلاكي، محلات بيع الشاورما والاكل والمفروشات وبيع العربيات، ودي ليها قصه. ما بيرضوش يسجلوا العربيات باسمائهم خد بال حضرتك، وعشان ما يدفعوش لا ضريبه على البيع ولا رسوم تعامل عليها باعتبارك اجنبي. وعندي حالات كده، يعني المصري ممكن، بقول ممكن، يقدم لك سندوتش ملوث، السوري يعني ياكل عينيك قبل ما ياكل ايديك مثلا. ومش كله برضه عشان اكون واضح. فالناس دي عرفت تلعب على نقط الضعف عند التجار المصريين وقوتها، فبالتالي كسب عن التاجر المصري. لكن في النهايه في ناس اتضررت وقفلت وروحت. فانت كده رفعت عليا السعر وخلتني تحت رحمتك في البيزنس اللي بتقدمه ليا. الامن المصري قبض على السوريين بتهمه الاتجار في مخدر الكابتاجون. عملنا حلقه كمان عن الذهب، محدش شافها كتير، اللي بيهربوا عن طريق الحدود كميات كبيره من الذهب المصري او الذهب السوداني. وخد عندك ذهب مغشوش وغير مغشوش وقصه كبيره. انت كده بتنفخ الاقتصاد وتديله اكبر من حجمه. كان زمان المصري بيتجوز في شقه ايجار على قد الايد، على الامور ما تستقر ماديا ويقدر يحوش ثمن شقه تمليك. دلوقتي الايجارات رفعت اضعاف. احنا بنتكلم بس 15 مليون لاجئ شخص قادرين يغيروا السوق في ساعه. دول اغلبيه حضرتك. رفعوا اسعار الايجارات، بقينا نشوف ال 20 وال 15 الف ايجار في شقق في الاماكن الشعبيه والمناطق الشعبيه. خد بال حضرتك، ودي مش اسعارها بعد ما كان سعرها كام 2000 جنيه. ده غير بقى المحلات اللي ضربت اضعاف الاضعاف الاضعاف. دخول المصريين ما تتحملش الرقم ده. لا، وفي ناس في المناطق الشعبيه بيرفضوا الجنيه، بيقول لك لا ناخد الايجار بالدولار. وبيني وبينك حق المصري لانه مش ضامن السوق بكره، فشايف الدولار اللي امن حتى لو سعره نزل. تخيل بقى انت كمصري هتنافس ازاي على ايجار ب 20,000 ولا حتى بالدولار في المناطق الشعبيه؟ لا، والشقه فيها يجي 50 واحد. تعال بقى على التمليك او شقق التمليك وشركات العقارات، ما يهمهاش غير انها تسوق منتجات وتبيع وحدات سكنيه. الشقه اللي مقبوله بقى يبدا سعرها من 7 مليون جنيه، واللاجئ قادر يدفع حضرتك لانه معاه ذهب ومعاه دولار. وده مش عيب الشركات بتستغل الموقف، لان لو ما استغلتوش هتفوز بيه الشركات الاجنبيه اللي بتبني هنا في مصر. لكن ده عيب حكومه مش قادره تقنن وضع لاجئ او مقيم على ارض مصر. انت اللي سمحت للمشكله انها تكبر بالحجم ده. في حاجه مهمه كمان، انهم بيشتغلوا بعض والاولويه لابناء جلدتهم مش للمصري. فانت عندك مصري بيتم تحييده من السوق، وده بيعمله او ده بينفذه فعليا السوريين.